انبعثت ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا لتعيد مكانتها الحقيقية في ريادة المجتمع، فكانت بذلك ثورة ضمن ثورة. فالمرأة انطلقت بثورتها وأخذت على عاتقها لعب الدور الريادي في تحقيق أهداف وتطلعات هذه الثورة، فنظمت ذاتها وشاركت بإرادتها الحرة في كافة نواحي الحياة، وقادت الثورة بطابعها المعطاء والمتفاني وباتت رائدة لروح المقاومة. أصبحت المرأة بذلك مثالا يحتذى به، لأنها أثبتت بأن مكانتها ليست منحصرة داخل المنزل وتربية الأطفال، إنما بمقدورها ريادة الثورات. وخير دليل على ذلك ما قامت به المرأة في شمال وشرق سوريا بثورتها الذهنية التي قلبت المفاهيم المجتمعية بعد أن نظمت ذاتها ذهنيا وعمليا وعسكريا. فكان المجتمع الميدان الأول الذي عملت فيه المرأة في سبيل تحقيق حياة تسودها العدالة والمساواة والحرية، ببناء مجتمع ديمقراطي حر وإدراك القضايا الاجتماعية وإشكالية العلاقة بين المرأة والرجل. فبدون استيعاب العلاقة بينهما لا يمكن إدراك أو حل أي قضية عالقة في المجتمع. من أجل كل ذلك خطت المرأة العديد من الخطوات لتفعيل دورها في إدارة مختلف مؤسسات الإدارة الذاتية من النواحي الاجتماعية والثقافية وشؤون المرأة وغيرها من المؤسسات الفكرية، وصولا إلى قيادة ميادين أخرى كالعسكرية والسياسية. الأمر الذي انعكس بالإيجاب لتقديم قضية تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أي ممارسة العمل السياسي من أهم عناصر العملية الديمقراطية في أي مجتمع، وهي تعكس إلى حد كبير طبيعة النظام السياسي والاجتماعي. كما يعتبر دور المرأة من أهم الأمين العام بحسب صورة المستقبل إنهم لا يراعون أي قيم أخلاقية أو دينية أو إنسانية لدى محاربة المرأة المناضلة. فهنا نستطيع ذكر العديد من العوائق والتحديات التي تعيق عمل المرأة وتواجدها في مواقع صنع القرار. أولاً، إن المجتمع لا يتقبل بسهولة انخراط النساء في العمل السياسي لعدة أسباب، وخصوصاً ما يتصل منها بالعوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية. ثانياً، ضعف الآليات الديمقراطية وضعف الثقافة السياسية والثقافة المدنية وعدم تكريس مبادئ الديمقراطية التعددية يؤدي بصورة مجتمعة إلى عدم اهتمام النساء بالشأن السياسي والمدني وعزوفهم عن العمل السياسي، إضافة إلى كون التوزيع التقليدي للأدوار بين النساء والرجال لا يزال ساريا في مجتمعاتنا. ثالثاً، أن التمسك بالمعتقدات الدينية والتقاليد التي طبعت القوانين التمييزية والممارسات اليومية أعطت نوعاً من القدسية إلى التمييز ضد النساء، وجعلت من الصعب تنقيح هذه التشريعات المختلفة دون التخلي عن الموروث الثقافي. المعتقدات التي تعرقل تمتع النساء بحقوقهن كافة، خصوصاً مع تنامي التيارات الدينية المتشددة إلى جانب الإرث التاريخي الطويل من التمييز البني والناشئ. رابعاً، تحدي التمكين والانخراط في عمل مجد اقتصادياً، فإذا كانت الحجج فلا يمكن للمرأة أن تتمتع بالحقوق الإنسانية كاملة إذا بقيت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسواها لإعالتها. فالتفرقة في الحقوق المالية المتعلقة بالعمل وأموال الأسرة بين الرجل والمرأة يجعل وضع المرأة الاقتصادي أقل من الرجل. خامساً، عدم وجود ثقافة مدنية ديمقراطية، وأعني بها ثقافة قانون المرأة في شمال وشرق سوريا، ثقافة الحريات، ثقافة الممارسات السياسية الديمقراطية من خلال الأنشطة السياسية المختلفة. سادساً، عدم الالتزام بتمكين النساء وبناء وعيهن السياسي بعيداً عن الأدوار النمطية، والالتزام بإدماج قضايا المرأة في الأجندات السياسية كجزء من رؤية مشتركة عندها يتحول المشهد السياسي إلى مشهد تنافس سياسي على نصرة المرأة ونصرة قضاياها. سابعاً، تفشي العنف ضد النساء بشكل واضح أثر سلباً على شخصية النساء ودورهن في الحياة السياسية، وعدم قدرة النساء على التغلب على عوائق الخوف وضعف الثقة وقلة الانخراط في الحياة العامة. ثامناً، وجود الإطار القانوني كوجود نصوص تمييزية، قانون الانتخاب، الجنسية، التقاعد والضمان الاجتماعي، العقوبات، الأحوال الشخصية وغيرها. فهناك الكثير من العنف القانوني الذي يمارس على المرأة بصفة مباشرة أو صفة غير مباشرة عن طريق بعض النصوص القانونية. وبعد أن تم ذكر كل هذه التحديات والعوائق التي تواجه المرأة في الحياة السياسية، نحن في مجلس المرأة في حزب صورة المستقبل
أن المرأة باعتبارها قوة فاعلة وقادرة على التغيير، لذا نسعى لتفعيل دورها للوصول إلى هذا التغيير، ونقصد به التغيير الديمقراطي اللازم، وتأطيرها بالحقوق الشخصية فقط هي إجحاف، وبدون هذا التمثيل الحقيقي سيبقى المجتمع يعاني من التناقضات وعدم الاستقرار واستمرار العنف والقهر والذل والظلم والعبودية. ما زال المرأة تقتل وتنتحر وتغتصب وتعنف بأبشع الأساليب من قبل العادات والتقاليد التي كرستها الذهنية الذكورية من جهة والأنظمة الاستبدادية من جهة أخرى، فهذا يعني أن هناك نواقص نعاني منها، لذا يتوجب علينا الكفاح ذهنيا ومؤسساتيا تجاه السلطة المهيمنة للرجل الحاكم.